عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الغواص، ولد في 18 من أكتوبر عام 1945 في صلالة. بدأ حياته الدراسية في المدرسة السعيدية بصلالة، ومن ثم سافر إلى الكويت وانخرط في السلك الدبلوماسي هناك. وفي عام 1970 عندما استلم الحكم السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، عاد إلى وطنه وتدرج في المناصب. تم تعيينه بوظيفة مساعد والي ظفار، إلى آخر منصب كمستشار لجلالة السلطان للشؤون الثقافية. وبعد التحاقه بعدة دورات مكثفة في الإعلام والاتصالات الجماهيري، ومن ثم تدرج في سلم الوظائف من مدير إعلام ظفار إلى أن انتقل للعمل بمسقط بوظيفة مدير عام العلاقات العامة والاتصالات الخارجية. ومن ثم تم تعيينه وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية عام 1976 لفترة، إلى أن أسندت إليه الحقيبة الوزارية وأصبح وزيرا للإعلام والشباب عام 1979. ومنذ تاريخ 1982 نقلت الاختصاصات المتعلقة بشؤون الشباب من وزارة الإعلام وشؤون الشباب إلى وزارة التربية والتعليم، وتم تغيير المسمى ليصبح إلى وزارة الإعلام. ومن أبرز أعماله على صعيد وزارة الإعلام إنشاء دار للصحافة تتبع وزارة الإعلام بمسمى دار جريدة عمان عام 1980. إحكام نظام القطاع الإعلامي في وزارة الإعلام عام 1983. الهيئة العمانية للإنتاج الفني والتلفزيوني من عام 1983 إلى عام 1997. إنشاء مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان عام 1997. تأسيس نادي الصحافة عام 1998. وبكون تقلد منصب رئيس اللجنة الوطنية للحفاظ على الآثار في ظفار، بدأ على الفور بتنفيذ أعمال مهمة في مواقع تاريخية وتراثية في السلطنة. ومن أهم إنجازاته الثقافية إدراج منتزه البليد الأثري، منتزه سمهرم الأثري، موقع وبار الأثري، محمية أشجار اللبان بوادي دوكة ضمن قائمة التراث العالمي الثقافي والطبيعي يونسكو باسم أرض اللبان، منتزه حصن سلوت الأثري عام 2017، مسرح سمهرم حركة الإنسان في أرض عمان عام 2020. أحد المساهمين بإنشاء قانون حماية. إعداد وإخراج سعد الهدابي.